اول ما تخش باب الشقه هتشوف البحر على طول اهو. انا هتخش لك على البحر على طول اهو. دلع بعد كده مفيش تاني. الممشى السياحي الجديد ودلع السنين وبحر مطروح والغرب. يعني بص كده ديسكو دي جي عمرو حاحه، ما اقولكش. هنا بقى باين قوي التقسيمه اللي هنا، خصوصا في وضع السرير. انت هنا السرير حاطط راسك على السرير وانت نايم شايف البحر قدامك اهو. دلع بعد كده في شقه 3 اوض وصاله و2 حمام، مفيش تاني. جبسون بورد يمين وشمال، والطابلوهات اللي موجوده دي حاجه تشرح القلب. هنا بقى كئيبه موجوده هنا براحتك وانت وقاعد عليها كده تبص تشوف البحر هناك اهو، مش ناقصه اي حاجه. صباحكم سعيد جميعا. ستيفن معاه حوالي 4 شقق موجودين في اماكن متفرقه، في اللي في الليد وفي اللي في الفيروز وفي عنده اماكن كتير. انا هبدا اصوره لكم بالترتيب وهسيب لكم البيانات وكل حاجه. تعالوا نعرف هما فين، يلا بينا. العماره دي فيها روف وبيشوف بحر والدنيا حلوه خالص. واحنا هنا في شارع المديرين، ده فندق تيباروز ونادي الشرطه، يعني حته ولا في الاحلام. وانت في ظهر العوام على طول. دلع بعد كده مفيش تاني. تبدا تطلع من هنا، دي دخلة العماره بتاعتك وفيها اسانسير. يلا بينا. بص كده منطقة هادية خالص ورايقة ودنيا جميلة خالص. كمان مدخل العمارة وادي الأسانسير موجود في الدور العاشر، يعني حبة روقان وشكله كده بداية مبشرة وحاجة حلوة. ننور ونصور الروف. الروف هنا 3 أوض و2 حمام منقسم إلى جزئين، أدي جزء وأدي جزء. نبدأ بالجزء اللي على الشمال عشان نشوف هيودينا لحد فين. المطبخ بتاعك حلو وجميل والروف منزلي، يعني تحس ان انت في بيتك. هتلاقي فيه كوبايات، اواني طبخ وطهي، حاجات اكتر من اللي موجودة في الشقق المصرفية. بوتاجاز 5 شعلة، حتى الخلاط ممكن لو دورنا ممكن نلاقيه. اواني الطبخ مش هتلاقيها ناقصة حاجة. فيها تلاجة اكبر من حياتي، مش 2 باب 3 باب، باب 2 3 عادين كويس. في هنا عندك اول حمام اهو. عاملين بقى حاجة حلوة بقى في الحمام. ايه بقى؟ عندك الغسالة، لا قدر الله في ازمة مية معبيلك برميل مية وحاططهولك في الحمام علشان لا قدر الله حصل حاجة عندك الاحتياطي بتاعك. دلع بعد كده مفيش تاني. بص بقى كده هنا الصالة فيها ترابيزه سفره وانتريه، والشلت دي اللي انت شايفها قدامك بتاعه الروف بره. خلاص تاخدها وتحطها في الروف وتعيش حياتك وتنسى حماتك. ده طبعا النيش يا اولاد، اكيد كلكم عارفينه اهو. يعني احنا بنتكلم في شقه او روف عائلي يعني. هنا بقى عندك الانتريه بتاعك، بسم الله ما شاء الله، يعني كنبتين وكرسيين وقعده حلوه ورايقه خالص. وده انت من هنا بقى بتتفرج بقى على بقى طيران ومش طيران. دلع السنين دلع السنين. نطلع بقى هنا من فوق خلاص ونشوف مطروح كلها. نشوف ايه؟ مطروح كلها. الجانب اللي هناك ده اللي هو جانب بتاع العوام والحاجات دي كلها. بص يا جماعه، هي البحر اللي بتشوفه ضعيف شويه. بص موجود هناك اهو شاطئ الغرام اهو. اكيد ممكن من الناحيه الثانيه لو في بلكونه هنشوفه، ولكن تعالوا نكمل. قدامكم ده نادي الشرطه، وده فندق تيباروز، واللي احنا فيه ده اسمه شارع المديرين. خلاص، وادي الروف اهو. حط شيلتك هنا وعيش حياتك وانسى حماتك يا معلم. شاشتك موجوده توشيبا اهي. ونخش جوه بقى على الجزء الثاني اللي بيشوف البحر. خلاص، الجزء الثاني اللي بيشوف البحر. الروف كبير وتتوه فيه، يبقى دور على وسيله مواصلات خليها معاك جوه الشقه. ماشي؟ الاوض دي منك للبحر على طول، ومش رؤيه بسيطه، لا دي رؤيه واضحه وصريحه. هنا في سريرين 1.20 متر، وهنا كمان عندك دولاب اوضه نوم محترم. والمفاجاه اللي انا شايلها لك في الفيديو ده ان انت هنا قدام شط الغرام اهو. اللي قدامك هناك ده شاطئ الغرام، ورحلات اليخت بقى اهي قدامك. ودلع بعد كده مفيش تاني. الاوضتين بيبصوا على شاطئ الغرام. ده شايفه بحرين اهو، دي بحر والتاني اهو، ده البحرين. الشقه دي شايفه بحرين مش في البحرين، ماشي؟ شايفه بحرين. حلو الكلام. تعالوا نخش كده بقى جوه
ادي الاوضه بتاعتك، بسم الله ما شاء الله، في كومودينو هنا اهو موجود، في تسريحه جزامه دي صح؟ جزامه دي يا عيني على الدلع. هنا بقى الاوضه الثانيه نفس الكلام، فيها سرير متر وسرير متر وعشرين، ونفس الفيو بنفس الرؤيه، البحر ومطروح وحلاوه يا ولا. هنا بقى نكمل، عندك دولاب، نظام التهويه هنا مراوح، وكمان في ترابيزه احتياطي لو حبيت يعني تحطها في اي حته براحتك يعني. نبدا ندخل بقى هنا، بص كده يا جماعه تعالى معايا، ادي اوضه ثالثه، اوضه النوم بقى. اوضه النوم بقى هنا متدلعه يعني، بص انت فيها سرير مزخرف زخرفات ما اقولكش يعني، وعندك ده مكيفه كمان دلع بقى، مش بس تكييف، وكمان في مروحه، والاوضه نفس الكلام على البحر اهو، بس الشباك ده شويه حزين حبتين، افتح يا ولا بس اهو، بص كده ادي البحر قدامك اهو، شاطئ الغرام كله، تيجي من هنا وتشغل يا ساكني مطروح جنيه ببحركم، الناس تيجي وتروح وانا قاعده عندكم. شوف البلكونه دي هتودينا فين، يلا بينا. نفس الكلام، بتشوف منها البحر، بس الناحيه دي انت تشوف البحر من الاوض اسهل بكتير من البلكونه، وبصراحه رؤيه الشقه للبحر خطيره، وحته ان الاوض كلها على البحر تحفه. الشقه دي يا جماعه تعتبر وجه قبلي بحري، فيها حمام موجود هنا كنت هنساه اهو، حمام مش ناقصه حاجه، سخانك لوحده، حمامك بدشك بحياتك يعني، دلع بعد كده مفيش تاني. عجباني قوي التقسيمه اللي هنا، خصوصا في وضع السرير. انت هنا السرير حاطط راسك على السرير وانت نايم شايف البحر قدامك اهو، دلع بعد كده في شقه 3 اوض وصاله و2 حمام مفيش تاني. الشقه الثانيه اللي معانا موجوده في البرج اللي ورانا ده، موجود في حته حلوه خالص انا معرفك عليها. الثانيه زي ما قلت لك موجوده في البرج ده، والبرج ده اللي فيه البحر اللي قدامك اهو شايفه، وهتلاقي دي منطقه العوام والبوسيت، يعني خطوتين من هنا بايد في البوسيت. الحته اللي هناك دي على الممشى السياحي الجديد، ونتمنى ان احنا نشوف البحر فوق. العماره حلو وشيك وجميل ويعجبكم خالص. الاسانسير حلو وجميل وحلو قوي. الاسانسير احنا هنا موجودين في الدور الثاني، وادي الشقه بتاعتنا اهي، وشكلها كده تشرح القلب. يلا بينا نبدا ندخل الشقه. كده هتلاقيها شقه VIP، فيها هنا مطبخ رخام هيعجبك خالص، شفاط وكل حاجه، بوتاجازك غاز طبيعي دلع السنين، عندك تلاجة كريازي حبي واعتزازي، عندك الصالة كلها جبسون بورد يمين وشمال، والطبلوهات اللي موجودة دي حاجة تشرح القلب. هنا بقى عندك ترابيزة و6 كراسي، عندك انتريه كنبة و4 كراسي، عندك شاشة تلفزيون. الشقة فيها تفاصيل كتير، ولكن تعالوا نشوف البلكونة هتودينا فين. نبدأ نطلع البلكونة كده ونبص كده، هي لو انت اجتهدت شويه هتشوف البحر اهو، ادي البحر موجود هناك اهو، تشوفه من البلكونه. يعني ممكن لو انت وقفت كده واقفه كده هاديه ومريحه زي ما انا واقف كده، هتبدا تشوف البحر. والشقه قدامك بقى اوضتين مكيفين. تعالوا بقى نبدا نتفرج ونفصص فيها حته حته. هنا عندك الحمام بتاعك والدوش بتاعك غاز طبيعي، يعني الميه السخنه مش هتخلص، عندك غساله وحوض وكل دنيتك تمام. اوضه بقى هنا معمول لها اضاءه يعني خافته، الرومانسيه هنا تتحدث عن نفسها. في عندك سريرين متر و20 وكومودينو حلو وصغير، ولو لعبت انا في الزراير دي اغير لك الالوان، يعني بص كده ديسكو دي جي عمرو حاحه ما اقولكش. هنا بقى عندك الدولاب بتاعك، وكمان عندك التسريحه دلع السنين، والتكييف موجود هناك اهو ما اقولكش عليه. بقى الاوضه الثانيه نفس الكلام، هتلاقي برضو فيها سبوتات هتديك كل الالوان، فيها سريرين متر و20، فيها التسريحه بتاعتك، ونفس الكلام تكييف موجود هنا اهو متدلع، يعني يا متدلع. والدولاب بص ما اقولكش، بص فول اوبشن حلاوه يا ولا. بيعجبني الشقق اللي الناس بتهتم بالمناظر الطبيعيه جوه الشقه، التابلوهات دي انا عندي بالنسبه لي اهم من الشقه نفسها. شايفها لما يجي يعمل لك تابلوهات زي كده، الراحه النفسيه، صور، الحاجات دي زي ما انت بتتفرج على التلفزيون لازم يكون في حاجات. الشقق يا جماعه لازم يبقى فيها حاجات زي كده، مش شقق المصيف، شقق البيت ماشي.
تعالوا نبدا نروح نشوف الشقه التالتة فين. يلا بينا. التالتة اللي معانا موجوده في برج الاطباء هنا، تعال نتفرج عليها. بس لو تعال اعرفك اللوكيشن. برج الاطباء موجود هنا، يعتبر تاني نمره من البحر. ده نقاط التجاريين او التجاريين معروف، وده هنا كشري التحرير، وادي البحر قدامك والممشى السياحي الجديد بتاع المحافظه، وكمان هجيبها لك فوق بتشوف بحر والدنيا متدلعه فوق خالص. ادي الاسانسير، اول ما تخش باب الشقه هتشوف البحر على طول اهو. انا هتخش لك على البحر على طول اهو. دلع بعد كده مفيش تاني. الممشى السياحي الجديد ودلع السنين وبحر مطروح والغرام ودلع بعد كده مفيش تاني. نبدا بقى نوصف لك الشقه من هنا. في عندك ترابيزه موجوده في البرندة حلوه خالص مع 4 كراسي، وفي شويه كراسي كده صغيره لو معاك عدد زياده. تخش بعد كده على الصاله هتلاقي فيها الكنبه بتاعتك ب كرسيين، وكمان في كنبتين هنا موجودين. هنا بقى نظام التلفزيون زي زمان، فاكرين الجزئيه ديت اللي كنا بنفتحها كده ونلف كده ويخش التلفزيون؟ هو ده. شاشتك موجوده، ريسيفرك موجود، قعدتك موجوده، مفيش اي حاجه ناقصاك. حتى الانتريه بتاعك موجود اهو، وثلاجه اهي توشيبا جديده وتعجبك خالص. تعالوا بقى نبدا ندخل ونشوف الاوض بتاعتها. قبل ما نخش على الاوض، هنا في الحمام اهو موجود، وعامل لك في حته للدش، وكمان المرايه بتاعتك مش ناقصك اي حاجه. نخش بقى المطبخ اهو، موجود فيه غساله حلوه، وفي سخان اولمبيك عملاق جدا يحمل العيله كلها، وعندك اواني الطبخ بتاعتك اهي مش ناقصها ولا حاجه. وكمان هتلاقي بعض الحاجات الزياده، بوتاجاز، غاز طبيعي، وكل حاجه زي الفل. تيجي هنا الاوضه فيها سريرين 1.20 متر اهم موجودين، ومعاهم دولاب حلو. ونظام التهويه هنا في الشقه دي مروحه اهي. ونشوف الاوضه الثانيه هيطلع فيها ايه. ادي الدولاب وادي السراير وكل حاجه تمام. الاوضه الثانيه بقى اللي هنا فيها تكييف اهي، موجوده فيها برضو سريرين، سرير 1.50 متر وسرير 1.20 متر، وعندك دولابك موجود، وفي مروحه وتكييف في الاوضه مش ناقصها برضو ولا حاجه. يبقى الشقه دي غرفتين، مطبخ، حمام، وصاله حلوه، والبرندة كمان بتاعتها على البحر. شايفين الجزئيه دي؟ ركنه من الركنات بتاعت زمان، دلع السنين، دلع السنين. الفيديو قبل ما اقول لك ان الكنبه دي ستيريو بتتشد وتبقى كمان سرير، يعني حلاوه يا ولد. الرابعه والاخيره معانا موجوده في الفيروز، في برج السرايا اللي ورايا ده. بس احنا هنشوف البحر من فوق، مش هنعرف نشوفه من تحت. يلا بينا. السرايا موجود تاني نمره من عند فندق الفيروز اللي في وشك ده على طول، فندق الفيروز، وده برج السرايا. الشقه موجوده في الدور الرابع، هنطلع نتفرج عليها. يلا بينا. 4 عماير اللي دخلناهم كلهم فيهم اسانسيرات، عشان ما حدش يقول ما فيش اسانسيرات في العماير. الشقه هتلاقيها موجوده في الطرقه دي جوه. يلا بينا. موجوده عندنا هنا هاديه ورايقه، وشايفه بحرين، الرمل والبحر المفتوح ودلع السنين زي ما انت شايفها، ذات الطراز الهادي والطابع عليه السكين. هنا عندك مطبخ حلو معمول بطريقه امريكاني، يعني تحس ان المطبخ جاي من امريكا. هي التقسيمه بتاعت الجماعه الاجانب كده، البوتاجاز في وسط الرخامه جنب الحوضه، وتقسيمتك كده ماشي. هنا بقى عندك ترابيزه سفره ب6 كراسي، وعندك 4 كراسي بلاستيك، كرسي انتريه، عندك كنبه انتريه، كرسي انتريه، تكعيبه موجوده هنا براحتك، وانت وقاعد عليها كده تبص تشوف البحر هناك اهو، مش ناقصه اي حاجه. شاشتك موجوده وحاجاتك كلها موجوده. من ساعه ما دخلنا الشقه البيبان بترزع في الهواء. هنا بقى عندك ده شط الفيروز، ده فندق الفيروز، والدنيا قدامك كده دلع السنين، يعني شغل فاخر من الاخر، حلاوه يا ولا. يعني تبدا نخش هنا كده مع بعض، هنلاقي عندنا اوضه بحري اهي، فيها سريرين 1.20 متر ودولاب ومروحه سقف. مش بس كده، السرير بتاعك اهو، والبحر اهو، السرير اهو والبحر ايه اهو. دلع بعد كده مفيش تاني. لو انا موجود ونظمت الاوضه دي، احط السريرين كده، واحد كده وواحد كده، واحط الدولاب في اي حته كده، بحيث انا ونايم ابقى شايف البحر هناك. دلع بعد كده مفيش تاني. دولابك موجود مش ناقصه اي حاجه، كومودينو بتاعك كمان. نبدا هنا زي ما انت شفت الجزء المطبخ بتاعك،
شوف التكييف جديد يعني، ما تجيش تقول لي التكييف عطلان، بص الهواء بيعمل ايه في البيبان. هنا بقى عندك الحمام بتاعك موجود، مش ناقصه حاجه بقى، غساله بسخان ببانيو، يعني نادرا لما تلاقي شقه فيها بانيو. هنا بقى عندك ده دولاب عملاق جدا، وهنا عندك سريرين متر وعشرين معاهم التكييف بتاعهم. الاوضه الداخليه هي المكيفه، الاوضه اللي على البحر بصراحه مش مستاهله يعني. خلاص، يبقى الشقه دي غرفتين وصاله مطبخ وحمام وكشف البحر، بحرين، و قعدة الانتريه دي على البحر حكاية تاني خالص. وانا حاسس ان الموضوع بتاع اللوحات دوت يعني تبع الناس اللي ماسكه اداره الشقق، يعني كل الشقق اللي دخلناها حاطين فيها لوح، فدي حاجه حلوه عجباني انا شخصيا. وموضوع البحرين اللي هناك دول عاجبني، اغلب الشقق فيها بحرين. 4 شقق محزمين البلد كلها، خلاص 4 شقق في كل الاماكن، حلو، 4 شقق كلهم شايفين البحر، خلاص، والعماير كلها فيها اسانسيرات، والفرش نضيف، وكمان الخدمه هتعجبك قوي في الشقق دي، خصوصا في العفش والفرش والحاجات دي كلها. هسيب لك لوكيشن كل واحده منهم في صندوق الوصف، مش بس كده، هسيب لك ارقام التليفونات التواصل مع اصحاب الشقق دي شخصيا منك للمالك مباشره. مستنيينكم في صيف 2025 داخل محافظه مطروح. كان معاكم مندي مطروحي، مع السلامه.